هنعمل النهاردة مع بعض محشي ورق عنب حكاية. شايفين الجمال؟ ده أساسي في العزومات، وكمان هنعمل معاه محشي كرنب. حلة على النار فيها عصرة ليمون، هنجيب ورق العنب نسلقه كده. أول ما يبدأ لونه يصفر نكون مجهزين مية ساقعة. نبدأ نطلع بقى ورق العنب نحطه في المية الساقعة اللي احنا مجهزينها ديت. معايا بقى رز، خضرة المحشي، معايا بصل مفروم كويس، معايا صلصة الطماطم، ملح، فلفل اسود، كمون، معايا زيت. هنجيب بقى معلقة فلفل أخضر كده متقطعة صغير. البرام بقى ده بنحط فيه زيت عشان الأرضية بتاعته ما تلزقش. هنبدأ بقى نحط ورقة العنب الضهر جوه، اللي هي الحتة الخشنة دي جوه، ونبدأ نحط عليها الرز والناعم بره زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت. محشي ورق العنب سهل جدا، ما تستصعبوش عليكم أي حاجة، بيبقى تحفة زي ما انتوا شايفين كده. المطبخ حلو للناس اللي بتحب المطبخ، حبوا المطبخ علشان تبقى كل حاجة سهلة ليكم. خلاص كده، هنجيب بقى العيدان بتاعت ورق العنب ديت، خلاص، ونبدأ نحطها في الأرضية ونبدأ نحط عليها المحشي. الرصة اللي تحبوها اعملوها، أنا بوريكم بس وانتوا أكيد يعني أشطر مني. خلاص كده، خلي بالكم من ورق العنب لازم يكون مزز يا جماعة، لو مبقاش مزز مش بيبقى حلو. عايزين تزودوا المزازة بتاعته حطوله ايه، ليمون، عصرة ليمون. خلاص، والعروق دي كمان بتديله مزازة أكتر. ساعات بيبقى ورق توت وانتوا مش واخدين بالكم، ورق التوت بيبقى طويل إنما ده بيبقى عريض. خدوا بالكم من الحاجة دي كويس. هنا بقى هنبدأ نحشي بقى ورق الكرنب معانا زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت. سهل جدا هو كمان. هنجيب لكم مرة كرومبة كده ونقطعها معاكم على القناة. نبدأ بقى نحط زيت في الأرضية ونبدأ نرص عليها المحشي زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هنبدأ بقى نرص الطبقة التانية عكس الطبقة الأولانية، تمام كده، علشان المية تتغلغل جوه المحشي. وكده خلاص نبدأ بقى نخلص بقى المحشي معانا ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى شوربة تكون مغلية، تمام، ونحط عليها معلقة صلصة علشان نخدم المحشي كويس جدا. المحشي لازم نهزه هزة كده علشان المية تدخل جواه زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. خلاص كده، هنجيب بقى ورق العنب نحط عليه عصرة ليمون على الشوربة علشان يدي مزازة اكتر. برضه هنخليه يشرب الشوربة بتاعتنا بان احنا نهزه هزة كده عشان يبقى مفلفل وجميل. الشوربة ما تكونش مغطية المحشي، ما تكونش زايدة عن المحشي. يعني احنا اول ما نهزه كده الشوربة خلاص بتبدأ تنزل، ما تكونش زايدة عن كده. هنبدأ بقى نحطه بدرجة حرارة عالية علشان يغلي بسرعة. اول ما يغلي هنسيب بقى النار عالية عليه لحد ما ينشف كده ويبدأ نخرجه من الفرن. نحط له بقى معلقة سمنة بلدي كده ونوطي عليه وبيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نص ساعة بيكون استوى، بيبقى دايب دوب. شايفين الصباع المحشي؟ الصباع ماسك نفسه وفي نفس الوقت يعني مستوي. الرز مفلفل وجميل. محشي ورق العنب في الفرن والمحشي الكرنب حكاية، بيروح في حتة تانية أصلا. سبحان الله، شايفين الجمال؟ تحفة والله. ولا ورق الكرنب حكاية، شايفين الجمال؟ جربوا الطريقة دي مش هتندموا والله. أهم حاجة يعني المحشي بيبقى خفيف لأنه مش متسبك، بيبقى خفيف كده على المعدة، مش بيوجع المعدة نهائي. شايفين ورق العنب مرصوص رص يعني. جربوا الطريقة دي مش هتندموا. أهم حاجة بقى تشتركوا في القناة. وكده خلاص خلصنا. أنا أسماء الحمامسي، لايك وشير، مع السلامة.